كل الناس بتتكلم على موضوع محمد عواد ومصطفى شوبير، بس محدش بصلها من ناحية ان ممكن يكون عواد حارس كويس وكل حاجة. بس عواد حارس كويس في نقطة، في ضربات الجزاء، في اللقطات اللي فيها رد فعل اكتر منها لقطات جوه المباراة. والكلام ده كله بان قدام المصري امبارح في الجون، وفي التصويبة بتاعت ميدو جابر قبلها، وفي وسط المباراة ان عواد يصلح لفترة معينة، لقطات معينة هو بيتفوق فيها على نفسه، ودي حاجة يحسد عليها طبعا. لكن مصطفى شوبير هو اللاعب اللي يقدر يديك المباراة كاملة، بيديك 80 90% في كل اللقطات اللي بيقابلها في المباراة. كان بقى كرات عرضية، إن كان تصويبات، إن كان خروج في الانفرادات، فكل ده هو اللي بيحدد مين اللي يحرس مرمى منتخب مصر أو النادي الأهلي أو نادي الزمالك عامة. كلنا شفنا كمان المهدي سليمان في ماتش النادي الأهلي، عمل ماتش عمره قدام النادي الأهلي. فهل هنشوف دلوقتي ناس هتطلع تقول ليه المهدي سليمان ما لعبش على مصطفى شوبير؟ محدش هيطلع يتكلم. فيبقى احنا كده ناخد من الموضوع ده ونقول ان جماهير الزمالك هي اللي عامله قلق في موضوع عواد. محدش يتكلم في موضوع عواد غير جماهير الزمالك، هم بس اللي فاكرين ان دايما حق اي لاعب ما بيلعبش فده معناه ان تقليل منه، او ده معناه ان انا بميز لعيب النادي الاهلي. حبيبي، انا راجل اهلاوي بقول لك لو لعيب الزمالك لعب ده مصلحه للاهلي. لو لعيب الزمالك لعب ده مصلحه للاهلي، لان اللعيب بتاعي هيبقى مريح، مش هيلعب، مش هيهلك بدنيا. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. كل لاعب لو انت حطيت له النقطه اللي هو المميز فيها وحبيت تقارنه بالحارس اللي قدامه، هتفهم ليه عواد ما لعبش. هتفهم ليه هو كان بيقول انا لو النتيجه، حسام حسن كان بيقول لو النتيجه استريحت وكان المنتخب كسبان 2-3 كنت هنزل عواد. لسه عواد مميز في نقطه، طب بقيه النقط مش موجوده. كرة عدت قدامه في ماتش المصري ومش موجود، الكرة بتتشاط عليه، بتعدي بتخبط في صدره وبترد. لو في حد متابع جون، يعني الموضوع مش اهلي وزمالك بس يا جماعة، والله هو موضوع كله تقييمات للاعب ممكن يكون مميز في حتة وعنده نواقص كتيرة جدا انت مش شايفها، عشان انت دايما شايف الحلو بس، لكن في حاجات كتيرة سيئة.